خدي كاس ديال السميده مع كاس ديال الكركاع، حمريهم في المقله وغتشوفي واحد النتيجه اللي غتصدمك. هاد الوصفه هادي كتحمق، وكوني متاكده بانك اول مره غتشوفي هاد الوصفه هادي. الا جات عاوتاني شي وحده كتبان عليا هنايا في التعاليق راها غير كتكذب. المهم هنا عندي مقله كنديرها على نار مهيله، صافي كنحرك كلشي مزيان. داك الكركاع من بعد ما طحنطو مع السميده كنحركهم هكايا غير كيبداو كيتحمروا، صافي كنطفي عليهم. داك الكركاع كيعطي واحد الريحه يا سلام يا سلام. هنا عندي 2 بيضات، من بعد هنا كنضيف عليهم كاس ديال السكر. الكاس اللي عبرت به هنايا فيه 100. وصافي هنا كنضيف كاس ديال الحليب مع كاس ديال الزيت نباتيه. هنا درت 2 ساشيات ديال السكر فانيليا. صافي كنخلط كلشي مزيان، المكونات مزيان. ومن بعد هنايا من بعد ما تحمرات ديك السميده مع الكركاع كنضيفهم على هذا الخليط هذا، وكنعاود نخلط كلشي مزيان. هنا بالنسبه للخميره كيماويه ولا الخميره حمراء درت هنايا 8 غرام، ولكن انا الساشي ديجا فيه 11، داكشي علاش ما كنديرش الساشي كامل. وصافي هنا كنخلط كلشي مزيان. هنا كناخذ مول كندهنو بشويه ديال الزبده، كنكب فيه الخليط. ومن بعد هنا كنزين البسبوسه ديالي هكايا بالكركاع كيف ما كتشوفوا من الفوق. كندخلها الفران اللي درتو على 180 درجه، المده ديال الطهي ما كتفوت 20 دقيقه. صافي هنا من بعد ما كطيب كنسقيها بعصير البرتقال اللي خلطت معاه 2 معالق كبار ديال لا كونفيتور ديال المشماش. وصافي كنقدموها، كنخليوها تبرد شويه وكنقدموها. ما يمكنش شحال كتجي لذيذه بزاف. جربوها وردوا عليا بالصحه والراحه. ما تنساو لايكاتكم وتعليقاتكم جميله، وبزاف ديال البارت